السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا دوينا على أقوى 10 شخصيات في ون بيس، ودابا جا الوقت باش ندوي على أقوى 10 شخصيات في الانمي الأسطوري ناروتو. يعني ما غادي ندخل حتى شخصية من انمي بوروتو، بمعنى ما غنشوفوا لا هذا لا هادي ولا هادو. قبل ما نبدا ما تنساش هذا الرأي الشخصي ديالي، وتا حد ما يتقلق الى ما كانش الشخصية المفضلة ديالو في هذا الترتيب ولا حس ان الشخصية ديالو كتستحق مركز حسن من اللي فيه، حيت هذا الانمي ما فيه السانجي، يعني ما غاديش نخدم فيه العاطفة. بلا ما نطولوا في المقدمة بزاف يلا نبداو. في المرتبة 10 عندنا توبيراما كاره الأوتشيها، ويستحق هذه المرتبة حكم أن أغلب التقنيات اللي شفنا في الانمي كان هو اللي مخترعها، وكان واعر بزاف في الوقت اللي كان عايش فيها، كيف لا وهو كان الهوكاغي، وكان عنده دور كبير في حرب النينجا العظمى الرابعة. وحنا كلنا عارفين الواحد ملي كيرجع بالايدو تينسي ما كيكونش بنفس القوة ديالو الكاملة. سالينا من توبيراما. في المرتبة رقم 9 عندنا جوج ديال الشخصيات ماشي وحده، بسبب انهم في نفس القوة تقريبا، وإلا كان شي حد فيهم احسن من الاخر غيكون غاب شوية ماشي فارق بزاف. في نظركم شكون هما هاد الشخصيات؟ ما تقلقوش، هاد الشخصيات هما ايتاشي وناغاتو. كاينين دابا غيقولوا هاد المرتبة قليلة في حقهم، نقول لكم غير صبروا، غير صبر شوية وشوف الشخصيات اللي جايين وحكموا براسكم. ايتاشي عنده بزاف ديال التقنيات اللي واعرين بحال سوسانو، اماتيراس، المانغيكي والشارينغان، وناغاتو عنده عين الرينغان واللي كيتعتبر افضل مستخدم لهذا العين. ركز، انا قلت افضل مستخدم ماشي اقوى مستخدم، حيت اقوى مستخدم للعين الرينغان هو مادارا، وافضل مستخدم هو ناغاتو، وزيد عليها انه من عشيرة الاوزوماكي وعنده مخزون كبير من الشاكرا. دابا ندوزو للمركز الثامن، وعندنا جوج شخصيات عاوتاني اللي هما اندرا واشورا. كاينين دابا غيقولوا اشورا قوي على اندرا، علاش؟ حيت ربحوا، ولكن ما تنساش راه ما ربحوا حتى عطاه حاكم المسارات الست والناس ديال القريه القوه ديالهم الاشورا. اما كنت قاتلوا بالشاكرا الطبيعيه لكل واحد فيهم بدون تدخل الناس القريه، كان اندرا اللي غيربح. داكشي علاش درتهم في نفس المرتبه. ومن غير التقنيات ديالهم والقوه ديالهم اللي شفنا في القتال اللي كان بيناتهم، وشفنا باللي اندرا عنده مانغيكيو شارينغان وسوسانو مكتمله ماشي بحال اللي عند ايتاشي، واشيرا اللي كان عنده تيمثال الخشب اللي كان عند هاشيراما، وهذا التيمثال القوي لدرجات قدر يهرس درع سوسانو اللي كان من اقوى الدروع في انمي ناروتو. ودابا غندوزو للمركز 7، عندنا كاكاشي باعلى مستوى ليه، ملي كان عنده سوسانو وعينين اوبيتو بجوج. ديك الساعه كان فاير نار، حيت عين وحده تقدر تربح بها شخصيات بزاف، فما بالك ملي تجمعوا. وعاد زيد انه عنده تقنيه تشيدوري وعاد تقنيه الاستنساخ اللي يقدر ينسخ بها اكثر من 1000 تقنيه، ولكن الكاتب ظلمو حيت عطاه شاكرا قليله مقارنه بالتقنيات اللي عنده واللي ممكن انه يستعملها. كون كانت عنده شاكرا كيما ناروتو كنا غنشوفوا نسخه مغايره ديال كاكاشي. نمشيو للمركز رقم 6، عندنا اسطوره الناميكازي ميناتو. شفنا ميناتو اللي كان عنده قوة الكيوبي كان بقوة كبيرة، والسرعة ديالو اللي كانت في هذا الطور، وقدر يربح اوبيتو اختم الكيوبي اللي دمر القرية كاملة. وما نساوش انه هو مخترع الراسينغان، وبلا ما تقول لي اشورا اللي اخترعها، حيت هذه الحلقة الفيلر. وبهذا الشيء كامل اللي قلنا خلى ميناتو يتفوق على كاع هذوك اللي دازو. دوزو دابا للطوب 5 الشخصيات. هازي السمطة وكابتي معايا على قولت هاد خونا دير السمطة وكابطي معايا. في المركز 5 عندنا مايت جاي بالبوابات 8. خليونا بلا ما نخدموا العاطفه، جاي واعر، وانا غنقول لك علاش. تخيل معايا انه فرض راسو كواحد من نينجا بدون ما يكون نينجا. يعني جاي هو ما كيعرفش تقنيات النينجا ولا الاختام، غير بالقوه الجسديه ديالو قدر يفرض راسو وقدر يتقاتل مع مادارا ويدير داكشي اللي ما داروش بزاف ديال النينجا. تخيل معايا لدرجات اعترف به مادارا. باش يعترف بك مادارا يعني راه بصح انت واعر. باش تقدر تجاري مادارا هو في التحول ديالو راه موقع ما يتقال.
الرينكان. المشكله ديال البوابات 8 ان من بعد ما تستعملها غتولي رماد والمصير ديالك الموت، ولكن ناروتو نقدو عن طريق خاتم الشمس قدر يشافيه ورجع الجسد ديالو، حتى هو ما بقاش قادر يتمشى. يعني هاد التقنيه مرعبه بزاف. في المركز 4 عندنا المعروف الذي لا يعرف الهوكاغي الاول هاشيراما الغني عن التعريف. القوه ديالو كدوي عليه، ترجمة هو واعر القبوه بملك الشينوبي لدرجه ربح مدارة اللي كان الاقوى في العصر ديالو. ندوزو التقنيات ديالو. اولا هو مستعمل الخشب، وهذا العنصر نادر وقليل اللي كيعرف يستعمله، وقدر يفعل تقنيه التمثال الخشبي اللي كان فعلها اشورا. هنا غتقول لي علاش هاشيراما في المرتبه 4 واشورا درتيه في المرتبه 8 وهما اصلا عندهم نفس التقنيه تقريبا؟ واخا غنجاوبك. اشورا ما فعل التمثال الخشبي تعطاه ملك المسارات والناس ديال القريه شاكرا، اما هاشيراما راه فعلها بالشاكرا ديالو، وعاد زيد عليها باللي تا من بعد ما مات كان كلشي كيقلب على الخلايا ديالو واللي منهم مدارة، وكانوا كيزرعوا الخلايا ديالو في الاطفال باش يكون عندهم مستعمل خشبي جديد، ولكن تا حد ما قدر يستحمل الخلايا ديالو من غير هاد خونا اللي كنسى سميتو. وفي المركز رقم 3 عندنا اوتشيها اوبيتو بطور الريكودو. بلا ما ندوي بزاف، هاد السيد مختوم فيه الكيوبي وعنده المانجي كيو شارينغان والرينغان، والمانجي كيو شارينغان اللي عنده راه ماشي عاديه، هذه من اقوى المانجي كيو اللي بانت في انمي ناروتو، ولكن بهادشي كامل الكاتب ما عطاش حقه وما دارش ليه طور الريكودو كما دار المدارة. ولكن واخا هكاك اوبيتو يستحق هذا المركز وهو احسن من هادو كاملين اللي فاتوا. اوكي نمشيو دابا للمركز الثاني، وفي هذه المرتبه عندنا جوج شخصيات واللي هما ناروتو وساسكي باعلى مستوى اليوم، وهاد الجوج احسن من الاولين اللي قلنا ببساطه، حيت ناروتو بنص الكيوبي وكان واعر بزاف، فما بالك بالكيوبي كامل، زائد كرات كوكوغاما، زائد شاكرا الحاكم المسارات، زائد خاتم الشمس اللي عنده. ندوزو لساسكي اللي عنده الرينغان والمانجي كيو شارينغان، زائد شاكرا حاكم المسارات وخاتم القمر، زائد انه من اسرع الشخصيات لدرجه وصلت السرعه ديالو لسرعه الضوء اللي كان كيستعمل الانتقال الاني ديال الرينغان، زائد عنده التيمات سوسانو وكيتعتبر ثاني اقوى سوسانو في الانمي من بعد سوسانو الحكيم. دابا غندوزو للمركز الاول. في المقارنه اللي درنا في وان بيس كان عندنا جوج شخصيات في المرتبه الاولى، في انمي ناروتو غيكون عندنا 3 ديال الشخصيات، ثلاثه ديال الشخصيات وهما متقاربين بزاف في القوه، ما كاينش فرق كبير بيناتهم، اللي هما مادارا بطور الريكودو، كاغويا وحكيم المسارات. ندوي على التقنيات. مادارا وكاغويا كان عندهم تسكيومي الابديه واللي هي اقوى كينغيتسو في عالم ناروتو، وحكيم المسارات واعر بزاف وهو اللي قسم وحوش البيجو، وكانت عنده تشاكرا واعره بزاف، ويكفي انه عطى الجدد ديال الشخصيات من توب 10 انمي ناروتو تشاكرا ديالو، وبفضلها زادت القوه ديالهم اللي هما اشورا وناروتو وساسكي. وهكا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.